لو انت اتفرجت على وثائقيات لافراد الاسكيمو هتلاقيهم لابسين لبس تقيل وجنبهم كوخ مبني من التلج. في اللحظه دي كله بيجي في باله السؤال ده: ازاي في حد يقدر يعيش جوه بيت التلج ده اصلا؟ والكل عارف ان حاله الطقس في المناطق القطبيه بيبقى بارد جدا، لكن الاغرب بقى من ده واللي انت ما تعرفوش ان هما بيبنوا البيوت دي اصلا علشان يتدفوا جواها. ايوه انا عارف انك استغربت دلوقتي لان الموضوع غريب شويه ومش منطقي، لكن خليني اقول لك ان الموضوع ده عادي جدا لان البيوت دي حقيقيه ومش خياليه، والبيوت دي معروفه باسم إيجلوس، والبيوت دي بالفعل موجوده وبيتم بنائها لحد دلوقتي. وقبل ما نجاوب على السؤال ده، لو انت لسه جديد معانا في القناه انزل بسرعه اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس، وما تنساش في اخر الفيديو تحط لايك لو الفيديو عجبك. ويلا بينا نبدا الفيديو. المنطقة القطبية الشمالية بتعتبر واحدة من أكثر المناطق المتطرفة على سطح الأرض، من أول سواحل أمريكا الشمالية لحد شمال شرق سيبيريا. لكن بالرغم من ده بقى والبرودة الشديدة